اشتري طقم صيني كويس، اجيب التقيل، اجيب الخفيف، اجيب المستورد، اجيب ايه بالظبط، الابيض، الاوف وايت، كل حاجه عن الصيني. لو مهتم بالموضوع كمل الفيديو للاخر. مساء الخير عليكم، اهلا بحضراتكم. النهارده هقول لكم ازاي تعرفوا الصيني الاصلي من التقليد، من المصري، من المستورد. لان ببساطه كل حاجه بقى يتكتب عليه تركي، مصري، ياباني. المكوى الياباني دلوقتي مش ياباني، الخلاط البراون الالماني مش الماني. تمام، كله بقى يتغش. وعشان حضرتك يبقى عندك خلفيه وما يضحكش عليك، اقول لك على انواع الصيني وازاي تعرفي الصيني الكويس. وهل زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد كل حاجه تقيله كويسه، ولا النظريه دي في الحلل بس؟ اقول لكم كل حاجه عارفها عن الصيني. المعلومات دي ما دورتش عليها، اكتسبتها من الشراء والبيع وكده. وابتديت اعرف الصيني، عارفه ازاي انه كويس، عارفه ازاي انه مستورد. هي المساله مش مساله اسامي وبس، كل حاجه بيجي يتكتب عليها اي حاجه. الو اعمل لي كراتين صيني واكتب لي عليها كذا، طلع لي كرتونه زي داي وشكرا، ونعبي فيها اي حاجه واسمه الصيني ده مستورد مش عارف منين. مش هطول عليكم اكتر من كده، هنخش في الموضوع على طول. بس يا ريت قبل ما نبدا تعملوا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. الشكر. قناة بتتكلم عن ادوات المطبخ وبعض التحديات، علشان كده اسمها ادوات وتحديات كل الشيء. يا ريت قبل ما نبدا تدعمونا بلايك، اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. حاجه الصيني مش بيعتمد على التقل خالص، ده مش حله ستانلس عشان تدوري على الصيني الثقيل. لا بالعكس، الصيني الخفيف اعلى صيني. تمام، هتلاقيه يعني اغلب المستورد بتلاقيه فلات خفيف، فلات مسطوح يعني. تمام، اغلبه هتلاقيه كله فلات. هو في غويط طبعا، بس انا بقول الاكتر فلات وخفيف. الصيني ما يعتمدش على التقل خالص. التقيل ده مصري. دي اول نقطه لازم تاخدي بالك منها، انه الصيني التقيل ده لا. لانه في بعض يعني بتفكر انه الموضوع تقل. صح، هو لو طقم ستانلس تاخديه تقيل، المونيا تاخديه تقيل، جرانيت مثلا. دي اول حاجه. تاني حاجه، صيني خلي اختيارك دايما في الصيني الابيض. تمام، الاوف وايت لا. زائد انه لو المحل موثوق منه انه مش بيجيب غير حاجات كويسه، لانه التاجر بيعرف ايه المضروب وايه اللي مش مضروب، ايه اللي كويس وايه اللي صح مستورد. اعلى صيني يعني قبلنا. انا ما عنديش معلومات عامه، لكن الحاجات اللي نزلتها وعجبتني خالص وخامتها كويسه خالص. اعلى صيني اللي هو اسمها صيني، المستورد من الصين يعني، ده اعلى صيني بيكون. اللي بعده على طول اللي لاحظته البنجلاديش، ده صيني ممتاز خالص. يعني ما جانيش طقم كامل منه خالص، دايما نص طقم. ما اعرفش انا يعني ان كان احنا اللي بنستورد نص طقم، او اللي كنت شغال معاه ان المستوردين مش بيستورد غير نص طقم. بس حاجة ما لهاش حل يعني. سواء الصيني طبعا رقم واحد، بعد البنجلاديش، بعد كده في اماراتي، برضه الاماراتي كويس خالص، والاردني. المصري ده اقل حاجة فيهم، اقل حاجة شفتها حتى الان يعني. هو الاردني معقول بس احسن من المصري. يعني مثلا بصوا كده، ده طقم مصري تمام، واسم كبير جدا في الصيني. يمكن اشهر اسم في المصري اللي هو ده. لازم تلاقي فيه ديفوهات، لازم تلاقي فيه غلطات. تمام، لكن المستورد ممكن تلاقي الطبق مكسور عادي، لانه مستورد بيتنقل على كذا مكان. وانا بتكلم انه مش بيبقى متشطب تشطيب لوكس، لازم تلاقي فيه دفوهات المصري. اما المستورد بيكون خامة عالية خالص، مش بتلاقي اي غلطة فيه. ممكن يكون مكسور بس غلطات لا. طيب سؤال هنا، انا ابدا بالصيني مثلا لو بجهز بنتي، ولا اخليه في الاخر، ولا في النص، ولا عجبتني حاجه عشان ما ندمش عليها وغليت وكده اجيبها؟ انهي الافضل؟ بص، هو الصيني عامه كل يوم في موديل جديد. لكن انت طالما عجبتك حاجه، انا رايي يعني لو بنت حضرتك قدامها سنتين ثلاثه هاتيه. اكتر من كده لا. زائد انه في حاجات بتقابلنا من سنين مش بلاقي زيها ولا في جمالها الصراحه يعني. لو الطقم تعلقت بيه كده وعجبك هاتيه، بس ما تتفرجيش على صيني تاني. تمام، لانه الستات متردده دايما في الاختيار، خاصه الصيني ده بيبقى قرار صعب. اصعب قرار بالنسبه لهم الجواز واختيار الصيني. السؤال الثاني، هل الصيني بيدخل الميكروويف عادي يعني؟ يعني معي طقم ب10,000 وخايفه عليه، هل احطه في الميكروويف ولا لا؟ الصيني المستورد مش بيتأثر بالميكرويف خالص، لكن المصري ده ما تحطوش في الميكرويف. زائد انه صدقوني في انواع من المصري مضروبه خالص لدرجه انهم حاطين جبس، خلوط بجبس يعني. دي كل المعلومات اللي اقدر افيدك بيها.
عشان تعرف تشتري طقم صيني كويس وما يضحكش عليك. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.